السلام عليكم. واليوم في الفيديو ديالنا غادي ندويو على موضوع الساعة اللي هو التنمية الترابية المندمجة، واللي غادي نشرح لكم فيه النقاط اللي خاصكم تطرقوا ليها في كتابتكم الموضوع مقالي. ونبداو الفيديو ديالنا. تخيل معايا واحد القرية في الجبال ديال المغرب، طريق ما كايناش، المستوصف مسدود، المدرسة بعيدة، والشباب كل واحد باغي يهاجر. هاد القرية هي اللي كانت مثال حي لواحد السؤال كبير: علاش كاين المناطق اللي كتتطور بسرعة وكاين المناطق اللي كيبقاو بلا تغيير؟ هنا فاش غادي تفكر الدولة وغادي تجيب لنا هاد الجواب، أو لا هاد المفهوم الجديد: التنمية الترابية المندمجة. أول حاجة، شنو هي هاد التنمية الترابية المندمجة؟ يعني شنو هو المفهوم ديالها؟ هي واحد الطريقة باش نخدمو كاملين على منطقة وحدة. فاش كنقولوا نخدموا كاملين فكنعني الدولة، الجماعات الساكنة ديال ديك القرية، المجتمع المدني والقطاع الخاص، باش تولي هذيك المنطقة متوازنة، عندها الخدمات ديالها، الفرص، ونحققوا العدالة المجالية. يعني ماشي نعتبروها هي واحد المشروع معزول، او لا كيخص الوزارة تخدم بوحديتها، او لا مثلا حنايا نقرروا، يعني الوزارة تقرر شنو هما المشاريع الخاصة ديال بلا ما تستشر الناس أو تعرف شنو هما الأولويات ديالهم. وإنما خاص كلشي يخدم في واحد السيمفونية موحدة. دابا نرجعو لهاديك القرية ديالنا، نقولو جا واحد المشروع بان ليهم طريق جديدة، الناس غادي يفرحوا، ولكن عندنا مشكل: المدرسة باقية بعيدة علينا، المستوصف اللي كاين خدام غير نهار الخميس، الشباب ما لقاوش خدمة، النساء ما عندهمش مراكز ديال التكوين. دونك هنا اشنو غادي يبان لينا؟ بان الطريق بوحديتها ما كافياش، ما غاديش تغير ليهم الحياة ديالهم، وانما باش يعني ننجحوا او لا نطوروا هذه المنطقة كيخص كل شيء يتحرك: التعليم، الصحة، فرص الشغل، الماء، النقل، البيئة. يعني أي حاجة كاينة فيها فكيخصها حتى هي تتطور، باش فعلا نقولوا بأن هذه القرية هذه ولات متطورة. يعني ماشي نديرو ليها غير الطريق ولا كيوصل لها الطريق ونفرحوا وصافي، ولكن راه هذاك الطريق ما دار لينا حتى شي حاجه. الا جينا نشوفوا واش الحياه في هذه القريه تبدلات، لا مازال كيعيشوا نفس الصعوبات. فهنايا كندويو على البعد الشمولي. دابا غادي نشوفوا واحد الحاجه اخرى اللي سميتها البعد المجالي، اللي كيخصنا نفهموا فيه بان كل منطقه عندها القوه ديالها. بمعنى مثلا الشمال، فالقوة ديالهم هي الفلاحة واللوجيستيك. الجنوب عندهم الطاقة الشمسية والصيد. الجبال كيكون عندهم الأعشاب الطبية أو لا السياحة الجبلية. بالنسبة للشرق فكيكون عندهم التجارة والصناعة. يعني ما يمكنش نعطي نفس المشاريع لكاع المناطق، كيخصني كل منطقة نشوف اشنو اللي هي الاختصاص ديالها، ونعاونها باش انها يعني تطور. وهنايا باش يعرفوا كل منطقة أشنو خاصها فكيخدموا بواحد المقاربة سميتها بوتوم أب. يعني القرار طالع من التراب ماشي من المركز. يعني الساكنة هما اللي كيحددوا الأولويات ديالهم، ماشي يعني فاش كنقولوا المركز يعني الرباط. يعني السكان، الجمعيات، المنتخبين، الشباب، النساء هما اللي كيقولوا شنو خاصهم. وهاد الفكرة هادي منين جات؟ هاد الفكرة رسخها القانون 111 نقطة 14 اللي كيخص الجهات، اللي هو جاب ليا واحد التحول كبير: عطى صلاحيات قوية للجهات، عطاهم دور في التنمية، فرض عليهم التشاور مع الساكنة، وخلى الجهات تخدم ببرامج تنمية واضحة. وهذا يعني القانون بدأ من 2015، وانتقل نموذج جديد في التنمية. من بعد نرجعو دابا لهذيك القرية ديالنا. ناخدو كمثال: داروا لهم واحد المستشفى صغير، ولكن ما كاينش الطريق، يعني الناس ما يقدروش يوصلوا لذاك المستشفى. ما كاينش الماء، يعني هذاك المستشفى ما غاديش يقدر يخدم. ما كاينش الاطر، يعني هذاك المستشفى خاوي. هنايا شنو غادي نفهموا؟ بان التنميه ماشي غير منشآت، يعني ماشي غير بنيت مستشفى دونك راه انايا كنساهم في التنميه ديال هذيك القريه، وانما التنميه هي الالتقائيه. سيتادير انه باش واحد المشروع ينجح كيخص
كل شيء يكون يعني متوفر عندنا: الصحة، الطرق، الماء، التعليم، الفلاحة، الشغل. حيت كلهم كيخصو يخدموا كمجموعة واحدة. هنا كندويو على البعد المندمج، حيت هذاك الاندماج ديال هاد المشاريع كاملين ويخدموا آه يعني في خطرة واحدة، فهو اللي غادي يحقق ليا فعلا هذيك التنمية، او اللي غادي يخلي اي مشروع كنديروه كينجح. اما كيف قلنا الا جينا درنا مستشفى ولكن حتى شي حاجه ما تقدر، يعني احنا بنينا ميرا مسدود، الماء ما كاينش ما يقدرش يخدم، الاطر ما كاينينش، الطريق باش نوصلوا ليه ما كاينش، يعني بحال ما درنا حتى شي حاجه. فباش هاد التنميه الترابيه المندمجه تخدم، كيخصهم يتحققوا عندنا هاد ثلاثه ديال الابعاد. قلنا البعد الشمولي، وقلنا البعد المجالي، والبعد المندمج. كنتمنى هاد الأبعاد يكونوا واضحين عندكم، وواحد الصورة يعني تكون واضحة. دابا هاد يعني المشاريع أو لا هاد التنمية باش أنها تكون ناجحة عندنا في الواقع، فجا البروجي دو لوا دو فينونس ديال 2026 اللي غادي يدير لينا واحد المجموعة ديال المشاريع، أو اللي غادي يقول لنا غياخد مجموعة ديال الخطوات باش ينجحها. أولا فغادي ينشأ ليا يعني ماشي دار، غيدير. فغادي يقرر أنه ينشأ ليه 36 مركز قروي نموذجي، وغادي يخصص ليه القيمة تاع 2.8 مليار ديال الدرهم. بالنسبة للناس اللي ما كيفهموش اشنو كيعني مركز قروي نموذجي، هي واحد المدينة صغيرة غتكون داخل القرية، وكتوفر فيها مركز صحي، واحد المدرسة مناسبة، الإنارة، ماء صالح للشرب، مراكز شبابية، يكونوا فيها أسواق محلية، طرق صغيرة، فضاءات للنساء، وحتى تجهيزات للأنشطة الاقتصادية بحال الخياطة، الزراعة، التعاونيات. الهدف أننا نوقفوا هذيك الهجرة ديال القرى، ونخلقوا واحد المناطق اللي قابلة للعيش، أن يقدروا يعيشوا فيها الناس ويستثمروا فيها. تاني حاجة بالنسبة للصحة، فهي باغا تصلح 1600 مركز صحي و90 مستشفى. يعني هذا الاستثمار هو جزء من مشروع الدولة بالنسبة للأمن الصحي. شنو غادي تصلح؟ البنيات، المعدات، الغرف ديال الاستقبال، التجهيزات التشخيصية، المخازن ديال الأدوية، وغادي تجهز لي المستشفيات الإقليمية والرقمنة داخل المستشفيات. الهدف من هذا الإصلاح هذا أن المواطن يحصل على العلاج بلا ما يسافر واحد المئات تاع الكيلومترات. ثالث حاجة وهو التعليم، فغادي يكون عندي آلاف المؤسسات ديال الرائدة، زائد أنها باغا يعني تخلق ليا 19,000 منصب مالي. شنو كيعني ليا مؤسسة رائدة؟ هي المدرسة اللي كتكون فيها واحد البنية تحتية قوية، كيكونوا فيها مختبرات، قاعات رقمية، أنشطة موازية، تكوين مستمر للأساتذة، يعني غيكون فيها واحد التسيير اللي هو حديث. وكيف قلنا غادي تخلق ليا منصب ديال 19,000، يعني باش تحل ليا المشكل ديال الاكتظاظ، ما يكونش عندنا أساتذة يعني قلال، وكيخص كل أستاذ يكون عنده واحد لو نومبر كتير ديال التلاميذ. يعني كيكون صعوبة بالنسبة للأستاذ بأنه يجاري هذاك القسم، وحتى صعوبة بالنسبة للتلاميذ باش أنهم كاملين يستافدوا كاملين يفهموا. زيادة على 1000 أستاذ غير للأمازيغية كجزء من الدستور، وتنزيل ديك الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. رابعا بالنسبة للشغل، فهي غادي تدعم ليا المقاولات، وغادي دير لي تمويل ديال الشباب. فهاد البروجي ديال لوا د فينونس غادي يدير 3 البرامج كبار: برنامج اللي كيدعم لي المقاولات الصغيرة اللي غادي يخصص لي 2 مليار ديال الدرهم، يعني باش يمول لي المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر قروض اللي هي مدعمة، ضمانات بنكية، ويديروا لهم مواكبة قانونية. ثانيا برنامج ديال الإدماج المهني للشباب اللي غادي يخصص لي 1.4 مليار باش يشجعهم على التدريب، التكوين، الانخراط في المقاولة، وبرامج أوراش. ثالث برنامج هو خلق منصات رقمية للشغل في الجهات باش يشغل لي الشباب في المناطق اللي ناقصها الفرص. يعني الخلاصة أن هذه المشاريع هي قلب التنمية الترابية، حيث هي اللي كتخدم الناس، كتخدم الناس داكشي اللي فعلا محتاجين، شنو هما الاولويات ديالهم. حيت ما يمكنش ليا مثلا انا نمشي لواحد القريه اللي مازال ما عندهم حتى الماء الصالح للشرب ونقول مثلا غنبني فيها ملعب ولا، يعني كيخصنا نعرفوا شنو هما الاولويات اللي عند دوك الساكنه. دابا خاصنا نعرفوا بانه اي مشروع
او لا اي حاجه في هذه الدوله فاش كيبغيو يديروها، فهي كتكون كتعرف واحد المجموعه من التحديات. شنو هما التحديات اللي كتعرف هاد البرنامج هذا؟ اول حاجه تداخل ديال الصلاحيات. يعني الوزاره مثلا كتكون برمجات واحد المشروع، ولكن الجهه كيكون عندها مشروع اخر، وعاوتاني الجماعه كيكون عندها اولويات اخرى. يعني فاش كنجيو نشوفوا الوزاره، الجهه، الجماعه، كل واحد كيلغي بلغاه، فهذا غادي يخلق لي واحد البطء وواحد الانتظار، وغادي يضيعوا لي في المسؤوليات ويتعطلوا لي المشاريع. ثاني تحدي وهو ضعف الموارد المالية لبعض الجهات. مثلا جهات ديال الشمال والوسط كيدخلوا مداخيل كثيرة، ولكن جهات ديال الجنوب والشرق والجبال عندهم موارد قليلة بزاف. إذا ما غاديش يقدروا يمولوا المشاريع الكبار لما تدعمهم الدولة. ثالث تحدي وهو الخصائص في الأطر والكفاءات. اي مشروع كبير غادي يخصو مهندسين، خبراء ديال التخطيط، خبراء اللي غيديروا ليه التقييم، متخصصين في البيئه، متخصصين في الاقتصاد الجهوي. ولكن بزاف ديال الجهات عندهم خصائص كبير، وهذا غادي يأثر على الجوده ديال المشاريع وحتى السرعه ديالها. ولكن كيخصنا نعرفوا بانه رغم هذه الصعوبات هذه، ف المغرب ماشي في طريق تراب متوازن. دابا إلا هذا المشروع يقدر أنه يواجه لي هاد التحديات هذه، فشنو هما النتائج اللي كنتظروا منه؟ غادي يكونوا عندنا بطبيعة الحال واحد الحصيلة اجتماعية واقتصادية. يعني غادي يقلص ليا الفوارق السوسيو مجالية. ما غاديش تبقى عندنا مناطق غنية ومناطق مهمشة، وإنما كل جهة غادي تحس بواحد التحسن. ثاني حاجة وهي تثبيت الساكنة القروية. يعني الشباب ما غاديش يبقاو مازال باغيين يهاجروا للمدن، حيت القرية غادي تولي قادرة أنها تخلق لهم فرص الشغل والخدمات. وثالث حاجة فهي غادي تولي كتخلق لي أقطاب اقتصادية، بمعنى هذوك المناطق غادي يوليو فيها واحد المشاريع استثمارية اللي قادرة أنها تجذب ليا الشركات والمقاولات، وتزيد ليا بالتالي من فرص الشغل. حيت ملي كنقولوا القرية غنوليو فيها المدارس، مستوصف، الطريق، دار الشباب، تكوين زعما النساء. فهاد الشيء غادي يخلق ليا واحد الدينامية اقتصادية جديدة، والسكان غادي يبداو يخدموا مشاريع صغيرة، والسوق تا هو غادي يبدا يتحرك. باش هاد التنمية هادي تكون فعالة وما تبقاش غير هضرة، فكيخصنا يكون عندنا واحد الاستعمال ديال التكنولوجيا الرقمية. علاش؟ باش المواطنين يقدروا يتبعوا ليا كل مشروع، يعرفوا شحال بقى، شنو تحقق، وشكون اللي مسؤول عليه. ويكون عندي واحد الإرساء ديال نظام معلوماتي مندمج، بمعنى نقدر ندير تتبع ديال النفقات ونعرف شنو هو الآثار ديالها، و نساهم في أنني نحسن الشفافية، ويكون عندها واحد القابلية ديال التتبع ديال كل برنامج بوحديتو. ثالث حاجة وهما المؤسسات الدستورية، يعني المجلس الأعلى للحسابات، المفتشية العامة للمالية، والهيئة الوطنية للنزاهة. هاد الثلاثة هادي غادي يشوفوا ليا كاع المشاريع باش كل شيء يكون قانوني وشفاف. هادشي كامل كيبين ليا بأن التنمية الترابية المندمجة هي ماشي غير مشاريع معمارية أو طرقات، هي واحد النظام متكامل كيشوف ليا النتائج، كيدير لها ليفالواسيون ديالها وكيصحح لي المسار إلا كان خاطئ. دابا بالنسبه لهذا الموضوع ملي سالينا الشرح ديالو، غادي نقول لكم كيفاش تقدروا شنو هما المحاور اللي خاصكم تدويو عليهم في الجواب ديالكم على السؤال المقالي. بالنسبه للمقدمه فكيخصكم ديروا تأطير ديال المفهوم والإشكالية. يعني تعطي التعريف ديال هذاك المفهوم وتدوير الأبعاد ديالو الثلاثة، وتطرح الإشكالية، يعني كيفاش يقدر يكون عندنا واحد التوفيق ما بين مثلا العدالة المجالية والكفاءة الاقتصادية أو لا الاستدامة الاقتصادية. أول محور ممكن تدويو عليه وهو الأساس الهيكلي والأدوات ديال التنزيل، يعني كيفاش نقدروا نطبقوها. الأساس الهيكلي وهو داك الإطار القانوني اللي دوينا عليه، والادوات تاع التنزيل هما هذوك الاوراق اللي جا بيهم لو بروجي دو لوا دو فينونس. يعني هكا كيفاش غادي نقدروا اننا ننزلوا، يعني نديروا التنزيل ديال هاد التنميه الترابيه المندمجه. ثاني محور اللي نقدروا ندويو عليه وهو التحديات الجوهريه والافاق، او النتائج المتوقعه. فالتحديات هما هذاك الشيء اللي دوينا عليه، يعني غادي تحطوهم
ومن بعد غتدويو على النتائج المنتظرة وحتى الآليات ديال المراقبة باش نحققوا الشفافية. وفي الخاتمة فغادي نشيروا بأن هذاك التحدي كيكمل ليا في إصلاح الحكامة المحلية باش نضمن واحد النجاح ديال التنزيل الترابي للدولة الاجتماعية. يعني بحال قلتي كندير خلاصة لهذيك الإشكالية وكنأكد على هذاك الرهان. بالاعتماد ديالك على هذا التحليل المفصل لهذه الأرقام النوعية غادي تكون مستعد إن شاء الله باش أنك تكتب مقال متكامل ومقنع حول التنمية الترابية المندمجة. وبالتوفيق لكم في لي كونكور ديالكم. اللي عنده شي تساؤل أو لا أي ملاحظة يخليها لي في لي كومونتير، وتا اللي عنده شي طلب مرحبا به ويسهل عليكم كاملين إن شاء الله.